يا مساء الفل. النهارده هحضر معاكم احلى مخبوزات بالعجوه. تحفه. احلى بكتير من المخبوزات اللي ممكن تشتروها من الافران. كمان المكونات بتاعتنا النهارده متوفره عندك في مطبخك، يعني مش هتكلفك حاجه. هاتي نص كيلو دقيق اللي عندك وتعالي هنشتغل بيه ونعمل بيه احلى مخبوزات، طريه وهشه ومشبعه مغذية ليكي ولأولادك. بس طبعا ما تنسوش قبل ما نبدأ اللايك والشير والكومنت، لأن ده بيشجعني جدا إني أصور وصفات ومنتجها وأنزلها، لأن الفترة اللي فاتت المشاهدات قلت قوي، وأنا بصراحة الموضوع ده خنقني جدا وخلاني ما بقتش عايزة أنزل حاجة. فرجاء بقى تشجعوني وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو زيك. ويلا بينا نبدأ نعمل مخبوزات صيامي أو نباتي بالعجوة. اول حاجة هبدأ بيها وهي هجيب البولة بتاعتي، هحط فيها كوباية مية دافية، يعني ايدك تستحمل درجة حرارتها، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعد كده 4 معالق كبار من السكر. الخليط ده هتقلبيه، ولو الخميرة بتاعتك جديدة أول مرة تجربيها يبقى غطي البولة وسيبها تتخمر شوية لحد ما تعمل فقاقيع. أما لو النوع ده واثقة منه يبقى خلاص هتشتغلي على طول زيي وهتحطي كل المكونات. هتنزلي بقى ايه بربع كوباية من الزيت، ويكون زيت عباد شمس، زيت نقي. وكمان هنحط معلقة كبيرة من الخل، ورشة ملح صغيرة جدا، وكمان مع ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا حبيت قوي النوع ده بتاع البيكنج باودر، بجد تحفة. ربع معلقة بس. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا عشان ما يكونش عندي اي تكتلات. لو عايزة تديها طعم غني شوية وعايزة تخليها بالحليب، مش نباتي يعني، هتحطي معلقتين كبار من الحليب البودر في الوقت ده. لكن لو عايزاها نباتي صيامي زي ما انا عملتها يبقى هتمشي معايا بنفس الخطوات. هجيب بقى 4 كوبايات من الدقيق، ودقيق جميع الاغراض. انخليه مرة كده بشبكة ضيقة عشان تدخلي له شوية هوا. انا بقى حطيت 3 كوبايات، والكوباية الرابعة خليتها بره وانا بعجن. هبدأ اقلب كده الدقيق في الخليط بتاعي. انا بقى لقيته ملزق جدا، فانا احتجت الكوباية الرابعة كاملة. في انواع دقيق ممكن تاخدي منها 3 كوبايات ونص، ممكن تاخد ال4 كوبايات، ممكن تزيد شوية عن ال4 كوبايات. علشان كده بقولك حطي 3 بس في الاول، والكوباية الرابعة بخليها على جنب بره وانا بعجن. لما بلاقيها بتلزق بالشكل ده، بتلزق قوي، بضيف الكوباية الرابعة دي بالتدريج. بعد كده بنزل بقى الخليط بتاعي كده على الرخامة، لان انا بحب اخد راحتي في العجن على الرخامة. طبعا لو عندك عجان هتختصري الوقت ده كله وتعجني ايه في كله في العجان. خلاص هعجنها كده لحد ما تلاقيها ايه، طرية، بس مش بتلزق في ايدك. اخر خطوة بحطها، وده السر اللي بيخلي كل المخبوزات عندي الصيامي تبقى طرية وهشة جدا، هي معلقة السمنة النباتي. وبأكد انها سمنة نباتي، بستخدم يا جنة او كريستال المتوفر عندي. اهم حاجة هحط معلقة كبيرة وابدأ اعجن لحد ما العجينة دي تكون مادة الجلوتين اللي هي بتلاقيها مطاطية معاكي، وفي نفس الوقت العجينة طرية قوي 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 ومش بتلزق. هنحطها في البولة وهنغطيها، هتختمر لمدة نص ساعة بس. تمام. لو جو حر هتختمر اسرع كمان من كده. عندي بقى قطعة العجوة دي موجودة في اي سوبر ماركت. هنزل عليها بمعلقة سمنة من النباتي، وهحط عليها معلقتين او 3 مية، لان هي بتكون مفرولة في الاول. لما بتضيفي لها معلقتين مية بتلاقيها اصبحت بقت عجينة. وكمان في اضافات بحب احطها ازودها، بتدي للعجوه طعم احلى، زي ربع معلقه صغيره من القرفه ومعلقه صغيره من السمسم، ودول اختياري ممكن تستغني عنهم. عجننا بقى العجوه بتاعتنا لحد ما بقت زي العجينه بالظبط، وببدا اكورها كور صغيره، كل كوره قد عين الجمل. وبكورها كلها في الاول كور كده، بجهزها في طبق عندي علشان تسهل عليا لما افرد العجينه اقدر احشيها على طول وما اضيعش وقت او العجينه تنشف مني. عقبال بقى ما خلصت العجوه بتاعتي كانت العجينه بتاعت المخبوزات بتاعتي اختمرت قوي وشكلها حلو جدا. وبصوا بصوا الطراوه بتاعتها. هنبدا نطلعها كده من البوله وهنفضي الهواء منها، وهنشكلها كور، كل كوره في حجم البرتقانايه البلدي الصغيره. ركزوا معايا، كل كوره في حجم البرتقانيه الصغيره. تمام. طبعا وبترصيهم قدامك كده، وخلي بالك بتعلمي اول واحده رصيهم بالترتيب علشان تبقي عارفه اول واحده عملتيها
لحد ما توصلي لاخر واحده. فانت اول واحده كورتيها هي اول واحده هتبتدي بيها تفرديها، لان هي اللي بتكون ارتاحت شويه. اهم حاجه هنغطي الكور بتاعتنا علشان واحنا بنشتغل فيها ما تنشفش مننا او تشقق من على الوش. تمام، انا غطيتهم وهرجع اجيب اول كوره كورتها هي اللي انا هفردها، وهنفرد الاطراف. يعني هنسيب القلب بتاع العجينه سميك شويه، وهنفرد الاطراف، وبعدين نجيب بقى ايه العجوه نفردها بالشكل ده كوره، وبحطها في النص بالشكل ده، وارجع اقفل ايه العجينه بتاعتي كده. اهم حاجه قفليها كويس قوي واعملي لها البوز بتاعها ده عشان تضمني ان هي اتقفلت تماما. خلاص، هنرجع نقلبها ونبططها بقى يكون شكلها متساوي. وبأي حاجة عندك مدورة زي غطا الإزازة كده ممكن ان احنا نعمل دورية في المنتصف العجينة علشان نقص من حواليها بقى ونعمل شكل الوردة اللي احنا بنحبه، لانه في الاخر بيطلع شكله حلو قوي قوي قوي. المهم عملت بالشكل ده، هحطهم بقى، هنجيب صواني مدهونة دهنة زيت خفيفة، وهحط كل قطعة بعيد عن التانية بمسافة كويسة، علشان ايه لسه هتخمر تاني، وفي التسوية كمان هيزيد حجمها فما تلزقش في بعض. انا خلصت، بصوا عملت معايا كمية كبيرة، يعني 4 كوبايات دقيق عملوا معايا كمية كبيرة فعلا. تعالي شوفي، انت بتجيبي القطعة الواحدة بس من بره ب6 جنيه الواحدة او اغلى كمان. تعالوا بقى احنا هنسيبها ترتاح وتتخمر لحد ما تلاقوها ايه تضاعف حجمها شوية. هنروح جايبة معلقة عسل اسود، هحط عليها معلقتين صغيرين او معلقة واحدة صغيرة مية، وابدا اقلبهم وادهن كده ايه الوش بتاع المخبوزات بتاعتي. واجيب بقى شويه سمسم واحط في قلب المخبوزات شويه سمسم كده، بيدي شكل طعم تحفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه بعد ما بشكل العجينه لازم اريحها مره تانية لمده ربع ساعه، او لحد ما الاقي ان هي تضاعفت شويه. طب المخبوزات بتدخل فرن حامي على اعلى درجه حراره، زي الفرن عندك ما يستحمل اعلى درجه حراره، شغلي من تحت بس. اول ما تاخد لون من تحت وتنفخ وتبقى هشه واستوت، ببدا اديها لون خفيف بالشوايه من على الوش كده بس. وبعد كده بتطلع بتسيبيها ترتاح شوية، وبعد كده تقدميها. بصراحة أحلى مخبوزات وأطرى مخبوزات ممكن تعملوها، بجد محدش هيصدق إن دول صيامي. عايزة أقول لكم هشة وطرية جدا من غير ولا نقطة حليب، وكمان معمولة من الزيت وربع كوباية زيت بس. فبجد مخبوزات طرية واقتصادية جدا. كمان تقدري تعمليها سادة، أو تحشيها مثلا سكر وقرفة، أو تحشيها سكر بس. لكن العجينة ممتازة فعلا لكافة المخبوزات اللي انت بتفكري تعمليها وعايزاها تطلع صيامي بس تبقى هشة وخطيرة. جربوها وما تنسوش تكتبوا رأيكم. لو جربتي اي وصفة ونجحت معاكي صوريها وبعتها لي على البيج بتاعتي، وانا هنزلها عندي على صفحتي باسمك. وشكرا على متابعتكم، باي باي.